إن الله عزيز غفور. صوفيا والزين الفلاني مبنى طلابي درجة جيد جدا. نورا كراوي علوي مبنى طلابي درجة جيد جدا. ياسمين دنيس مبنى طلابي درجة جيد جدا. طه بن السوري صادق أيوب المامون لجنة الرياضي درجة جيد جدا. سيرينا شطور لجنة الرياضي درجة جيد جدا. مهدي 24 سنة خريج جامعة الأخوين. الحمد لله أنا فخور بكوني خريج هذه الجامعة لأنها جامعة وفرت الطلبة ديالها الظروف المناسبة للتطور لا على المستوى الدراسي بل حتى على المستوى الشخصي. الحمد لله حفل التخرج دازت في ظروف جميلة وظروف طيبة، والسنوات كلها اللي قضيت في الجامعة دازت في ظروف جد ممتازة لأنه تحت لي فرصة باش نمثل الجامعة ديالي في تظاهرات وطنية وعالمية، والحمد لله أنا فخور وكنشكر الجامعة على كل ما قدمت للطلبة، وشكرا أخوي. أحمد القروري نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية. حضرتوا معنا الحفل ديال التخرج ديال الفوج السادس عشر. هذه السنة كانت حافلة بالمنجزات، عرفت نمو مضطرد في عدد الطلبة اللي وصل حاليا ل 1883 طالب. كذلك عرفت هذه السنة منجزات كثيرة على جميع الأصعدة، بما في ذلك منجزات الأساتذة على مستوى البحث العلمي التطبيقي وعلى مستوى المنشورات من كتب ومجلات محكمة ومشاركة في ندوات وطنية وعالمية. الخريجين كذلك كانت لهم بعض الامتيازات، لاحظت بأنه كاين طلبة متميزين على المستوى الأكاديمي وكذلك على مستوى الأنشطة الموازية بما في ذلك البحث العلمي. فمثلا طلبة على مستوى الماجستير الدراسات الدولية والدبلوماسية حققوا إنجاز
سبق أقول أنه تحت إشراف أستاذهم تمكنوا من نشر كتاب محكم بالولايات المتحدة الأمريكية عن السياسة الخارجية المغربية. هناك كذلك مساهمة الطلبة في كثير من المسابقات الوطنية والدولية وتحقيقهم نتائج متميزة. الجامعة الآن في تطور، ونحن دخلنا السنة الثالثة على مستوى البرنامج الاستراتيجي للجامعة، وحققنا حاليا 65% من برنامج اللي كيمتد على 5 سنوات، ونحن الآن بصدد التفكير في البرنامج المقبل لسنة 2015-2020. فبصراحة اليوم أنا هذا يوم دائما كيكون عندي يوم خاص وكنكون مليء بمشاعر، خاصة وأنه اليوم عندي كما يقول الفرنسيون لا سوري سور لو غاتو، وأنه ما بين الخريجين اللي كنعتبرهم كلهم أبنائي وبناتي هناك بنتي البيولوجية اللي تخرجت في الفوج، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة اللي دائما كتكون متميزة.